اسمعي، صحتك تستاهل. ليه بنشتاق لأكل مملح أو مسكر؟ إيه السر ورا الكلام ده؟ حاسس نفسك مش قادر تبطل أكل مملح أو أكل مسكر؟ الموضوع على فكرة ليه سر نفسي وبيولوجي، ما طلعش هزار. يعني مثلا الملح والسكر بيحفزوا مراكز متعة في المخ زي الأفيون الطبيعي، بيخليك تحس بسعادة مؤقتة، فالجسم يطلب مرة انه ياكل حاجة مملحة. امتى ده؟ يعوض بقى ايه؟ صوديوم مفقود. يعني هو بيعبر عن اللي عنده، بيترجم احساسه، خصوصا لو واحد عنده عرق او مجهود بدني رهيب يقولك ما عايز حاجة مملحة. واحد تاني عايز مصدر سريع جدا للطاقة ويرفع هرمون الدوبامين اللي مسؤول برضو عن الفرحة والمكافأة، فيقولك عايز سكر. مع الوقت الجسم يعتاد على كميات كبيرة من الملح او السكر فيطلبها اكتر، وده يعمل ايه؟ ادمان نفسي على اكلات. فالنصيحه حاول توازن اكلك واستبدل الملح بالبهارات الطبيعيه والسكر بالعسل او الفواكه عشان نقلل الشوق ده للحاجات دي تدريجيا. اشتياقك للملح او السكر مش عشان انت ضعيف اراده، ده جسمك بيطلب تعويض وتوازن، فخليك انت تلبي احتياجاته بطريقه ذكيه وصحيه. معاك دكتوره نانسي الفضالي، اخصائيه تغذيه علاجيه وصحه عامه.